السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من سي بي برودكاست. اليوم نتشرف باستضافة مديرة تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري، لا ديريكتريس دو جيستيون دي فالور موبيليير دو كريدي بوبولار دالجيري، السيدة فايزة تيروش. نطرقوا معها لمجموعة من المواضيع، من بينها كيفية الاستثمار في البورصة، في بورصة الجزائر، كيفية اللي تمكنكم أيضا من زيادة الأرباح تاعكم. نطرقوا معها أيضا لمخرجات الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري، ونتكلموا أيضا على قيمة أسهم القرض الشعبي الجزائري ببورصة الجزائر. فايزة تيروش، مرحبا بك في سي بي برودكاست. أنت مديرة تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري. ونبدأ بأول سؤال في تبسيط المفاهيم: ما هو المقصود بالقيم المنقولة؟ شكرا على الاستضافة وشكرا لتطرقكم لهذا الموضوع. القيم المنقولة هي أدوات مالية، أوراق مالية اللي تسمح للمؤسسات والشركات أو الهيئات الحكومية أنها تمول نشاطها وتمول كذلك مشاريعها. من أهم الأوراق المالية التي تتداول في بورصة الجزائر نجد الأسهم والسندات. الأسهم هي عبارة عن مشاركة في رأس مال الشركة. دونك المستثمر اللي عنده الأسهم هو يشارك في رأس مال الشركة على حسب عدد الأسهم التي يشتريها. بالنسبة للسندات، السندات هي عبارة عن أداة مالية تسمح للمؤسسات والهيئات الحكومية أنها تمول نشاطاتها ومشاريعها عن طريق هو يعني ça ressemble à un crédit, un emprunt. في مدة من خصائصه السندات عندها مدة معينة، مدة une durée bien déterminée. le coupon يعني العائد le revenu تاني يكون connu à l'avance à la souscription. donc يكون المستثمر على علم le coupon اللي يتحصل عليه chaque année في كل سنة. بالنسبة للأسهم نعاود نولي للأسهم، للمساهمين عندهم كذلك حقوق اللي كرسها المكرسة في القانون التجاري. عنده الحق في donc participer à l'assemblée générale. donc عنده الحق إنه يشارك في الجمعية العامة العادية أو الغير العادية. عنده الحق كذلك في الأرباح وعنده الحق في التصويت. هذه يعني les principales les principaux droits d'un actionnaire. donc هذه يعني بصفة خاصة la signification تاع القيم المنقولة وأهم القيم المنقولة المتداولة هنا في بورصة الجزائر. قبل ما نطرقوا لكيفية وأهمية الاستثمار في بورصة الجزائر، بعد سنة ونصف من عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، اللي كانت عملية مهمة جدا سواء على المستوى الجزائري أو على المستوى القاري، هل يمكن اليوم بعد سنة ونصف نتكلموا على الإيجابيات وتحديات هذه العملية؟ طبيعة الحال إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر هي كانت عملية تاريخية. عملية تاريخية بالنسبة للمؤسسة، بالنسبة للشركة للقرض الشعبي الجزائري، وبالنسبة كذلك للساحة المالية. لأن هذه العملية سمحت أن ندرج في بورصة الجزائر une action d'une banque, une grande banque algérienne. donc هذه c'est déjà une première. c'est أول مرة يدرج سهم بنك في بورصة الجزائر. والحمد لله يعني عملية الاكتتاب كانت ناجحة. القرض الشعبي الجزائري donc أكولكتي أكثر من 112 مليار دينار في هذه العملية. وأكثر أبوبخي ما يقارب 60% من المكتتبين من les actionnaires donc المساهمين هما الأشخاص الطبيعية donc les personnes physiques. donc هذا يدل على نجاح العملية، وهذا النجاح سمح بالقرض الشعبي الجزائري أنه السهم القرض الشعبي الجزائري يدرج في بورصة الجزائر.
وهاد العملية دونك نغتنم هذه الفرصة باش نقولوا لكل المستثمرين وكل مواطن إنه يرغب يشري سهم القرض الشعبي الجزائري، إنه ميم سي لا بيريود فترة الاكتتاب كانت بين 30 جانفي و14 مارس. لو فات كو السهم راهو مدرج في بورصة الجزائر، يقدر في كل وقت يشري يقتني سهم القرض الشعبي الجزائري عبر تقرب دوك جو بونس تقرب من أحد وكالات القرض الشعبي الجزائري عبر التراب الوطني. فوالا دونك القرض الشعبي الجزائري عنده 167 وكالة بنكية، وعنده كذلك 3 وكالات الصيرفة الإسلامية. يقترب من الوكالة الخاصة به ولا أقرب وكالة يقوم بملء دونك الأمر بالشراء. أبخي وفتح دونك حساب أيضا خاص باقتناء الأسهم. نعم، دونك إلا كان هاد المستثمر الزبون للقرض الشعبي الجزائري يكون عنده حساب دونك en espèces مالي، ولازم له كذلك حساب الأوراق المالية، لازم له un compte titre. إذا كان المستثمر n'est pas encore domicilié دونك يقوم بفتح حساب مالي دونك un compte espèces. ويزيد يفتح كذلك حساب الأوراق المالية باش يسمح لنا إن نسجلوا كل عمليات الشراء والبيع في هاد الحساب الأوراق المالية. نذكر أنه حتى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج عندهم الحق أنهم يشتروا أسهم القرض الشعبي الجزائري بشرط يكون عنده عنوان في الجزائر ريزيدونس. سيدتي روش، هل من الممكن نعرف الزبون والمشاهد بأهم مخرجات الجمعية العامة العادية للقرض الشعبي الجزائري؟ انعقدت الجمعية العامة لمساهمي القرض الشعبي الجزائري في 23 جوان 2025. القرض الشعبي الجزائري قام بنشر كل المعلومات الخاصة بهذه الجمعية عبر مواقع القرض دونك cpa-bank.dz. انعقدت الجمعية العامة للمساهمي القرض الشعبي الجزائري في 23 جوان 2025، ومن أهم القرارات التي أخذت في هذه الجمعية من قرارات اتخذت من مساهمين القرض الشعبي الجزائري. أولا هي المصادقة على les états financiers، المصادقة على دونك لو بينيفيس لو ريزولتا نت بينيفيسيير اللي كان يقارب 42 مليار دينار، وكذلك قرار توزيع الأرباح pour un montant بقيمة 25 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل un dividende par action de 125 دينار، ما يعادل دونك 125 دينار جزائري للسهم الواحد. دونك كامل المساهمين اللي شراو أسهم في القرض الشعبي الجزائري راحين يكون عندهم أرباح سكون أبيل دي ديفيدون. نعم، المساهمين اللي شراو أسهم القرض الشعبي الجزائري وما قاموش ببيع يستفادوا من أرباح القرض الشعبي الجزائري التي قررت في الجمعية العامة، ألا وهي 25 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 125 دينار جزائري للسهم الواحد. ذكرتي سيدة تيروش أنه للاستثمار أو لشراء أسهم القرض الشعبي الجزائري العملية ممكنة حتى اليوم، ما تطلبش مهارات كبيرة، لازم الشخص يتقرب من الوكالة الأقرب له. ولكن ما هي الفوائد اليوم ونوع الأرباح من خلال الاستثمار في الأسهم وفي السندات؟ بالنسبة للأسهم، الأسهم هي عبارة عن مشاركة في رأس مال الشركة، وقلنا أنه حاملي الأسهم كرس لهم قانون التجاري حقوق، من بينها الحق في حضور الجمعيات العامة العادية والغير العادية، حق في التصويت، وحق في الأرباح. الحق في الأرباح هو لو ديفيدند، لما مؤسسة أو شركة
اللي أصدرت الأسهم تحقق أرباح، ولمّا الجمعية العامة العادية تقرر بتوزيع الأرباح، دونك الأكسيونير المستثمر دونك يتحصل على هاد الأرباح على حسب عدد الأسهم التي اشتراها. بالنسبة للسندات، السندات هي دونك المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية لمّا لتمويل نشاطاتها ومشاريعها تصدر سندات. هذه السندات هي عبارة عن أوراق مالية تمنح لحاملها إنه يتحصل على un revenu اللي يكون معروف ديجا في يوم الاكتتاب، يعرف شحال يدخل له كل سنة comme revenu، وعندها مدة معينة اللي كذلك تكون معروفة يوم الاكتتاب، تقدر تكون 3 سنوات، 5 سنوات. دونك هنا الفرق بين المساهم أكسيونير و لا بيرسون الشخص اللي اشترى السند. السند هو عبارة عن ما تعطيلوش الحق إنه يشارك في الجمعية العامة puisqu'il n'est pas actionnaire donc c'est juste il achète donc يشري هاد السند ويحصل على أمواله لما تخلص المدة، وكذلك يتحصل على les revenus ديالو في كل سنة. دونك هذا يعني de façon générale الفرق بين السهم والسند. يعطيك الصحة سيدة فايزة تيروش، أنت مديرة تسيير القيم المنقولة بالقرض الشعبي الجزائري، ديريكتريس دي فالور موبيليير وكريدي بوبولار دالجيري. شكرا لكم اللي تابعتونا في هذا العدد الجديد من سيبيا برودكاست. نتلاقاو قريبا إن شاء الله مع ضيف جديد في سيبيا برودكاست.